صباح الخير. جايه اقول لكم ان المكان هنا عامل خصومات تحفه. سالتوني كتير عن حاجات كتير قوي مش لاقيينها هنا في ميلانو، وانا جبت لكم المكان ده مخصوص علشان اقول لكم ان هنا هتلاقوا حاجات، كل حاجه، السوري والمصري والمغربي والتركي والاردني، كل المنتجات يا جماعه هتلاقوها هنا. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني جزاره حيفا دي عامله عظمه فعلا. شايفين؟ تعالوا اوريكم بس شويه الاسعار اللي مكتوبه. انتوا متخيلين الاسعار دي؟ شايفين؟ التلات فرخات ب10 يورو. نجمع بس بسرعه كده. شايفين الاجنحه؟ الكيلو بيورو 90. مش هتلاقي الاسعار دي على فكره في اي مكان تاني خالص خالص. قطع اللحمه شايفين ب8 يورو 90 و8 يورو ونص و7 يورو 90. شايفه الفراخ الكبيره اللي انتي تطلعي منها الصدور وتطلعي منها كل حاجه. شوفوا هما هنا عاملين الكيلو بكام؟ ب3 يورو ونص بس. ده غير بقى التخفيضات التانية الرهيبه اللي هم عاملينها وهندخل نشوفها. شايفين دي الدبابيس عامله 4 يورو ونص. ده انا بس بوريكم اللي بره، يعني ما بالكم بقى لما ندخل جوه ونتفرج. شير بسرعه وقولي لصاحبتك تعالي نروح نشتري حاجات البيت من هناك. شايفين الاوراق ب3 يورو ونص بس. مش هتلاقيها في اي مكان تاني على فكرة. تعالوا اوريكم بقى الحاجات اللي جوه. المكان زحمة بس انا هوريكم احسن حاجة واحسن اسعار. قارئين السعر ب13 يورو 90. شايفين 13 يورو 90 ده، وفي منه كمان الكيلو عامل 3 يورو 70. بصوا شايفين رز محمود اللي كان سعره كام؟ حد يعرف يقولي سعره كان كام؟ كان ب15 يورو 90، دلوقتي نازل عندهم بس ب11 يورو 99. شايفين السعر بتاعه؟ مش هتلاقوه على فكرة في اي مكان تاني. يعني مش هتلاقوا كمية الرز وكمية الحاجات دي موجودة في اي جزارة تانية خالص. الجزارات التانية بتبقى فيها نوع 2 3، انما كل الانواع اللي موجودة هنا، ولسه هوريكم كمان انواع كتير جدا. شايفين الرز ده برضو ال5 كيلو عامل 11 يورو 99. الرز البسمتي، انا كل ده بتكلم على الرز البسمتي يا جماعة. شايفين؟ بصوا ده كمان. لا تعالوا اوريكم بقى بقيه الحاجات اللي عليها تخفيضات فعلا هنا. استنوا اوريكم بقيه الرز عشان نخلص الرز كله والحاجات البقوليات وكده. فين اللايك؟ مش شايفه ولا لايك ولا صباح الخير ولا اي حاجه خالص. بصوا انواع الرز اللي موجود هنا. شايفين سان وايت بتاعنا بتاع مصر الاصيل اللي هو الحبايه الطويله. شايفين هنا على فكره بالكيلو كمان، مش بس ال5 كيلو بس. انا هوريكم الكبار اللي هم ال5 كيلو. شايفين ده الدره؟ على فكره ماركه الدره دي انا بحبها جدا في التوابل وفي كل الحاجات اللي هي بتعرضها، بصراحه حاجتهم حلوه جدا. فده رز مصري بتاعنا. شايفين السعر بتاعه كام؟ ها، لو سمحتي عايزه صوره دقيق الاسبونج التورت الجاهز هوريهولك. صباح النور وصباح الورد يا روحي. شايفه بكام؟ ب9 يورو ونص ال5 كيلو الدره، اللي هو كان سعره كام اصلا؟ مش هتلاقي على فكره نوع الدره ده في اي مكان. بصوا كمان الدره هنا عشان ابنك عمال يقولك انا عايز اندومي. شايفه الاندومي بكام؟ التلاتة ب2 يورو. ال5 حبات مش 3، معلش، ال5 وحدات ب2 يورو بس. شايفه ده كمان اهو، ده بالخضار. صباح النور والسرور، صباح النور يا روحي. تعالوا بقى للمفاجأة، المفاجأة بتاعتنا. شايفين كل البقوليات
بيورو. شايفين؟ بيورو. بصوا. طب الفول يا بط عامل كام؟ تخيلوا كده عامل كام؟ 50. يعني هتشتري ال10 ب5 يورو. انت متخيلة؟ شوفوا هنا، ودول ال3 ب2 يورو. وفي كمان بالليمون وفي بالزيت، في انواع كتير يعني مش لازم. وفي بالشطة، الفول اللي بالشطة. صباح الخير عليكم، صباح النور. بصوا بقى التونة، احنا كلنا بندور على التونة بتاعت مصر. شايفين بكام؟ بصوا، شايفين الكبيرة كمان؟ شايفين حجمها قد ايه؟ هي واضحة انها صغيرة بس والله كبيرة. اعملي شير لصاحبتك دلوقتي بسرعة. شايفة الكاتشب والمايونيز؟ دول 2 مع بعض على فكرة حلال. خلي بالك علشان بيكون مش حلال، فده تشتريه من حد موثوق فيه ويكون حلال. صباح الجمال عليكي يا قلبي، صباح الورد يا روحي. شايفين؟ ده علبة بيكون فيها 2 مايونيز وكاتشب. عاملة كام بقى دي؟ عاملة 3.90 يورو. تعالوا اوريكم الخل. ازازة الخل ب1.5 يورو. ديت الصغيرة عندهم، اللي هي الكبيرة اصلا عندنا دي اللتر. شايفة اللتر عامل 1.5 يورو. طب انا عايزة اكتر، بغسل بيه الفواكه وبظبط بيه حاجات كتير وبستخدمه وبستهلكه كتير، فخدي ال2 لتر عامل 2.5 يورو. يلا شير لصاحبتك بسرعة، اعملي مشاركة. شايفة الليمون؟ الليمون بكام؟ مش مكتوب عليه السعر. طب تعالوا نشوف حاجات تانية لحد ما نشوف سعر الليمون بكام. بصوا، ده الشاي بتاعنا العادي، بس ده التركي. شايفين؟ ده التركي. شوفوا دي كلها كيلو عاملة 8 يورو. اوريكم بقى اللب. بيجيبوه من مصر ليه يا جماعة؟ ما موجود هنا اهو. شايفين؟ ب2.90 يورو. الكيس كبير قد ايه؟ يعني انتي لو نفسك فيه ومش عايز، مفيش حد جاي من مصر يجيبهولك ومش عايزه تشيلي حد جمايل، طب ما اهو موجود. استنوا اوريكم ايه تاني. ايه تاني؟ على فكره المكان هنا، انتي في الليدل؟ لا، انا في جزاره حيفا. انا في جزاره حيفا، جزاره اسلاميه. كل حاجات فيها كل المنتجات فيها حلال. بصوا الليمون هنا كمان قال لي ان ب1.5 يورو. الازازه الكبيره اللتر. انا في جزاره حيفا، حطيت لكم العنوان بتاعها في العنوان، كتبت اسم الشارع، اسمها جزاره حيفا. خلي بالكم، احفظوا الاسم ده. شايفين الحلاوه اللي هي بالمكسرات؟ مش بلاقيها على فكره في اي مكان، يعني بلاقي الساده بس. شايفين الصلصه كمان؟ الصلصه دي عامله 1.5 يورو. استنوا ما اوريكم حجمها قد ايه. 830 ملي جرام قصدي. شايفين؟ ودي تركي. ايه تاني عايزه اوريهولكم؟ البقوليات بقى. فين اللي كانت بيورو؟ فين المنتجات اللي كانت بيورو؟ هوريها لكم هناك، استنوني. اعملي شير بسرعه، شير لصاحبتك وقولي لها تعالي اتفرجي على المنتجات اللي موجوده والاسعار الرخيصه اللي موجوده. شايفه الانواع دي؟ الانواع دي مش هتلاقيها في اي مكان تاني خالص. ده كسكسي؟ لا ده برول. شفتوا؟ انا كنت بدور عليه علشان عايزه اعمل بليله. مين بيدور عليه زيي؟ اسمها عندكم بليله؟ ده القمح الحبه الكامله. شايفينه؟ موجود عندهم هنا كمان. ودي رده. شايفين الرده؟ وطبعا دي انواع يعني مش يعني اللي هي ايه، ماركات كويسه، الكواليتي بتاعتها حلوه، مش اي ماركه وخلاص. استنى اوريكم ايه تاني عندهم. شايفين كميه الرز يا جماعه والحاجات اللي موجوده؟ الرز عندهم هنا برخص التراب، ارخص من اي مكان تاني، وبالذات ده. استنى اوريكم بقى الحاجات اللي انا قلت لكم اوريها لكم اللي عليها خصومات.
تيجوا نبدا بالمثلجات، الحاجات اللي في الثلاجه. تعالوا مع بعض نبدا بالحاجات اللي في الثلاجه علشان نجيبها ايه واحده واحده كده. انا وريتكم اللي عليها الخصومات الرهيبه عندهم. تعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي في الثلاجه اللي مش موجوده في اي مكان تاني، زي اللانشون. اللانشون اللي بندور عليه، عايزين حاجه صحيه لاولادنا، عايزين حاجات كويسه، مش بنلاقي يا بطه غير النوع ده بس او النوع ده بس، وعايزين حاجه نظيفه ونوع كويس. تعالى اقول لكم بقى على انواع لانشون مش هتلاقيه غير عندهم. بصوا ده، طب بصوا ده بالشطه. استنوا ده انا هوريكم شويه انواع يا جماعه. وده كمان. طب بتدوروا على السلام اللي بيتحط على البيتزا، موجود هنا كمان، والحجم الكبير. شايفين قد ايه؟ استنى اوريكم قد ايه. استني اوريكي حاجات تانية. بصوا ده اسمه عندنا ايه؟ اسمه عندنا سجق. مش بستخدمه بصراحه، بس شايفين حجمه عامل ازاي؟ شايفين حجم السجق قد ايه؟ وكمان الفيوستر، علشان اللي في الاماكن التانية اللي في السوبر ماركت مش بيكون حلال، فخلي بالكم. وهنا كمان نوع تاني، وده كمان يا جماعه. في هنا انواع كتير قوي. استنى اوريكم الجلاش عندهم عامل ازاي. بصراحه النوع المصري ما كانش حلو معايا خالص خالص. يعني انا بجيب اللي هو في الليدل، بس هنا احسن مليون مره عشان هم جايبينه من تركيا. بصوا الاجبان بقى. استنى اوريكم الجبنه. عندهم شويه اجبان مش موجوده في اي مكان تاني. شايفين؟ هو احنا عندنا بس العلب الصغيره دي وخلاص؟ لا، هم عندهم اجبان كتير قوي، انواع بقى. شايفين دي اسمها ايه؟ انا ما اعرفش الاجبان بتاعتهم اسمها ايه بصراحه. دي اسمها ايه؟ مسنه. مسنره. مسنره، علشان الناس السوريين بيدوروا عليها جدا. دي بيكون طعمها زي طعم ايه؟ جبنه ايه؟ العكاوي. طب ودي شايفين دي عامله زي الضفاير كده، اسمها مجدله. بتعملوا بيها ايه؟ ناكلها مع شاي، مع خبز. يعني بتاكلوها كده مع عيش وجبنه وكلام من ده. فطاير. نعمل فيها معجنات. طب ودي؟ ده الجميد صح؟ اللي بيتعمل الاردني. ده الجميد، عشان لو بتدوري برضو على انك تعملي المنسف الاردني. شايفين؟ وعايزه تعملي اكلات جديده هتلاقيها برضو موجوده هنا. استنى اوريكم بقيه اللانشون عشان بندور عليه دلوقتي علشان عيالنا. شايفين النوع ده؟ سلامي ده. شايفين ده كمان؟ طب استنوا، ده ما شفتهوش قبل كده. شايفين؟ وده كمان برضو ناس كتير ما شافتهوش، وحلال يا جماعه 100%. بصوا هنا ده عندهم كميه انواع. شايفين؟ حتى كمان البسطرمه. يعني لو بتدوري على البسطرمه ومش لاقياها هنا، هي موجوده عند مين؟ عند جزارة حيفا. بصوا قولوا لي لو جربتوا جزارة حيفا قبل كده، وقولوا لي ايه المنتجات اللي بتحبوا تجيبوها من عندهم. شايفين بقى هنا اللبن، كل انواع اللبن، ولسه لانشون تاني. اوريكم بقى الحاجات التانية. شايفين البوك، الجبن اللي احنا بندور عليها برضو عشان السندوتشات. وطبعا مش هننسى الجبن بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، فهي موجودة كلها هنا. بس هم بقى مميزين ان عندهم انواع جبن كتير اكتر من بتاعتنا بكتير. هي دي جبنة ايه يا رب تكون اللي في بالي؟ دي اللي بتكون دلعة من الملح وطعمها يعني يعتبر شبه دي كده، بس دلعة صح؟ ايوه بس تركي. شايفين؟ عارفين الجبنة اللي احنا بندور عليها اللي بتكون طعمها زي بتاعت مصر؟ هي دي بتكون زي القريش كده. شايفين؟
ده الجميد بقى. لو انت مش عايزه تقعدي تفكيه شبه المكعبات اللي كانت موجوده، فهم عندهم هنا ده سايل جاهز انك تحطيه على طول. دي كل انواع الجبن الصفيح، يعني صفيح ازاي شايفين. دي اول حاجه انا هجيب منها وانا ماشيه على فكره. والكيري كمان، الكيري موجوده هنا، واللبنه برضو عشان السندوتشات. كل الانواع هنا ازاي. دي جديده عندهم على فكره، انا كنت هنا المره اللي فاتت ما كانش عندهم نوع الجبنه ده، لا ده انا لازم اجيب منه. دي الجبنه بتاعتنا بتاعت مصر. تعالوا بقى بنجيب ليه شاورما من بره وهي موجوده هنا. شايفين كيس الشاورما النضيف يا جماعه، شايفين دي بيكفي 8. بصوا دي البقري. انا فين؟ انا في جزارة حيفا. كتبت لكم العنوان، اكتبوا لي حتى في التعليقات انتوا عايزين، يعني لو عايزين المكان وانا هبعت لكم العنوان بالظبط تروحوا ازاي. بصوا السمبوسه جاهزه انك تاخديها تقليها على طول. وعندهم كمان هنا الستريبس والبانيه. شوفوا دي جاهزه على القلي على طول، تحطيها في الاير فراير او تحطيها في الزيت. بصوا هنا انا مش شايفه حد بيكتب لي كومنتات، كلكم بتتفرجوا في صمت يا جماعه. الكفته، شايفين الكفته؟ اعملوا لايكات كتير بقى. شايفين عندهم هنا شويه حاجات. شايفه اللحمه دي اللي هي البرجر، شايفين الستريبس موجود عندهم. انا بوريكم كل الحاجات اللي موجوده عندهم عشان بصراحه مبهوره بالحاجات اللي هنا. كميه الحاجات اللي موجوده رهيبه. شايفين البرجر، وهنا ده 12 قطعه. وفي انواع بقى، يعني بصوا النوع ده والنوع ده والنوع ده. دي شاورما، شايفين كل دي انواع. ودي كمان مثلجات بسله وحاجات كتير وبطاطس. لا انتوا لازم تيجوا هنا في جزارة حيفا. بصوا على المثلجات بقى اللي هنا. الباميه المتقطعه، مش الكبيره اللي تبقى الواحده كبيره كده، لا دي متقطعه شبه زي بتاعت مصر كده ما بنقطعها. شوفوا حتى كمان ورق العنب عندهم بيورو. مش بس النوع ده، لا ده كمان ده. شايفين ورق العنب ده عندهم انواع كتير. ودي الباميه اللي هي الزارو الصغنطوطه خالص. اعملي منشن لصاحبتك بسرعه وشير على الجروبات. مش لاقيه ولا شير ليه. شايفين دي الباميه الصغيره الزارو برضو. تعالوا بقى لعجينه السمبوسه. شايفين موجوده هنا ازاي، وموجوده هنا برضو. ده الجلاش. ودي عجينه الطعميه. فلافل نصف مقليه، يعني هي جاهزه ومقليه زي البطاطس النص مقليه كده، يا دوبك بس هتحمريها في الزيت. بصوا كمان هنا، واحنا لسه خلصنا الباميه ده. فيه كمان نوع باميه وكمان نوع باميه وبيورو. المكان فين؟ هكتب لك العنوان دلوقتي وتروحي ازاي. اكتبوا لي بس انتوا المكان فين عشان ابعت لكم العنوان على طول. شايفين حتى الملوخيه المجمده، انا بحب الملوخيه دي على فكره، بحب اعملها جدا. وشايفين كمان هنا السبانخ، وده الفول. صح مش ده فول؟ ده الفول مجمد. شوفوا بقى نوع الكنافه ده، دي بحبها جدا. في انواع تانية للكنافه؟ لا هي دي بس، صح؟ عشان ده احسن نوع.
انا بحب النوع ده جدا على فكره يا جماعه. انا ما بشتريش غير النوع ده. النوع التاني بيكون ليه غضه كده، ما بيكونش اصلا مكتوب عليه اسم. بصوا الفطيره دي اللي هو المسمن، لو تعرفوه هو شبه الفطيره عندنا. انت يا دوبك بس هتحطيها يمين شمال في الطاسه هتلاقيها فكت واستوت وتاكليها على طول. انت ليه تقعدي تخبزي وتعجني وتعملي؟ وعامله 2 يورو. لا دي السمبوسه صح، ورق السمبوسه. شايفين؟ ده انا لسه هوريكم حاجات تانية، التوابل والكاستر وحاجات كتير قوي. ده سمك. السمك ده بكام؟ تعالوا بقى اوريكم. شايفين؟ بتدوروا على فيروز، انا اكتر حاجه بحبها هي فيروز بصراحه. دي بقى النوع اللي زيها، زي نوع فيروز بس ده النوع بتاع ايه، بتاع السوريين. شايفين؟ مشهور قوي عندهم على فكره، نفس طعم الفيروز. شايفين كل الاطعمه، الرمان والتفاح، في الاناناس، في اناناس والخوخ. ده شعير. تعالوا بقى اوريكم بقيه الحاجات اللي موجوده هناك. يا جماعه بصوا، انتوا بتسالوني عن حاجات كتير. بتسالوني يا بطه احنا عايزين دقيق ذره، عايزين نعمل بسبوسه دقيق الذره. اهو شايفين دقيق الذره؟ ده الاصفر وده الابيض. موجود عندهم، وموجود عندهم كمان كل اي حاجه، حتى الفانيليا السايله موجوده كمان عندهم. فانت ليه تشتريها من مصر؟ ما الفانيليا موجوده هنا. تعالوا اوريكم ايه تاني. دي الصلصه، ودي البشاميل. لا ديت الزبده. زبده اسمها البنه، اسمها ايه، كريمه بتاعه الاكل. بس لسه اوريكم اللي هي بتتعمل بيها التورت. ودي كمان بتاعه الاكل. تعالوا اوريكم هنا. دي النشا لو بتدوروا عليها يا بطه. تعرفي سوق بستور بيخلص الساعه كام؟ بيخلص على الساعه 12:30 واحده. بصوا هنا، ده الرز الناعم البودره، عشان لو عايزه تعملي كفته بدل ما تقعدي تجيبي الرز وتغسليه وبعد كده تطحنيه لا ده بيكون دقيق الرز جاهز. عملت بيها على فكره وكان طعمها حلو. استنوا اوريكم ايه تاني. دي كل انواع المكرونه اللي عندهم كمان صوصات والزيت الحار. عندهم الاندومي. شايفين؟ تابعي بس معايا في اللايف وانتي هتعرفي كل المنتجات اللي عندهم. ده كمان اوفرتة اللحمة. بصوا تعالوا بقى هنا. الناس كتير بتدور على الزبدة، ناس كتير بتدور على الزبدة. شايفين اللي هي السمنة السايحة. بصوا السمنة هنا ال2 كيلو اهي عاملة كام؟ عاملة 13.90. شكرا. العفو. طب والكيلو يا بطة؟ لا دي خانم برضو عاملة 20 يورو ال2 كيلو. طب وفين تاني؟ والسمنة دي شايفين بنكهة الزبدة، بس دي سمنة نباتي. انتي فين؟ انا في جزارة حيفا، هكتبلك العنوان. شايفين بكام؟ ب18 يورو 90. طب ودي يا بطة الكيلو عاملة 13.90. ازاي 2 كيلو عاملة 13.90؟ 2 كيلو. 2 كيلو. ال2 كيلو عاملة 13 يورو 90. هكتبلك العنوان. شفتوا بقى الاصيل؟ الاصيل عاملة كام؟ عاملة 2 يورو 99. شايفين دي الاصيل؟ شايفين هنا بقى الملوخية، بس دي مجففة صح؟ يعني احنا ممكن نفركها؟ سوريين ولبنانيين. لا ينفع احنا كمصريين نفركها ونعملها ملوخية عادية بتاعتنا؟
يعني دي ممكن، دي بتكون الورق طويل كده، بتاعت السوريين، بس احنا ممكن نجيبها ونفركها يعني، او نطحنها في الكبة وتبقى بودرة ونعمل بيها الملوخية بتاعتنا. عاملة كام دي؟ 3 يورو 99. عندكم 3 يورو 45. ودي 3 يورو 45، وعندك 6 ودي 6 يورو ونص، بس كبيرة. شايفين العلبة قد ايه يا جماعة؟ تعالوا اوريكم بقية الحاجات التانية. التوابل اللي احنا هننهبل عليها يا جماعة. شفتي في اي جزارة تانية؟ ده اللومي اللي هو الليمون بتاعنا المجفف، شايفين؟ مش هتلاقيه في اي جزارة تانية، فانت ليه تجيبيه من مصر؟ ما هو موجود هنا اهو. طب والكركديه، شايفة الكركديه موجود برضو هنا، شايفين؟ والنعناع والزهور المجففة، في ناس بتشربها يا جماعة، والورد المجفف. تعالوا اوريكم حاجات تانية. ناس كتير سألتني على البابونجو ده، نوع من الانواع بيتشرب. عارفين ديت اللي هي شبه ايه؟ الكاموميلا، بتريح في الاعصاب وتريح البطن، حتى كمان للاطفال الصغيرين حلوة جدا، بتريحهم من المغص. شايفين؟ وكمان الكركديه هنا. طب وورق اللورة، شايفين العلبة قد ايه؟ عمرك شفتي علبة كبيرة كده من ورق اللورة؟ صباح الفل، صباح النور. شايفين؟ بصوا، كل دي انواع عندهم للتوابل. طب اوريكم الجديد بقى. مرقة الدجاج اللي هي ايه؟ استنى افتحها. مرقة الدجاج اللي هي الاكياس البودرة. انتوا عارفين انا بعملها ازاي؟ بس محدش يضحك عليا. انا بحطها على البوب كورن، بحطها على الفشار، تدي طعم تحفة. يعني بحط على الفشار مش ملح، بحط عليه البودرة دي اللي هي مرقة الدجاج البودرة. عارفة ان هي مش صحية قوي، بس بصراحة طعمها حلو جدا. وكمان عندهم مرقة الدجاج المكعبات، الماجي، مش اي نوع تاني، الماجي. بصي هنا عندهم كمان اللي هو الكبسولات الواحدة بوحدتها. عندهم انواع كتير قوي، وكنور. بصوا هنا بقى اعواد القرفة. ممكن اعرف اسم النقط اللي بحطها في جهاز التنفس اسمها ايه؟ هصور لك اللي عندي، هصور لك اللي بستخدمها لابني، بس قولي لي هو عنده كحة ولا عنده ايه، عشان كل نقط بتختلف. بصوا دي برضو شوربة بالشعرية. دي الشوربات بقى، شوربة الطماطم، شوربة الكريمة، شوربة الشعرية. شايفين؟ وهنا كمان شوربة، كل انواع الشوربة. استنى اوريكم حاجات تانية. دي كمان باللحمة اللي هي الضاني، الخروف. اوريكي التوابل. شايفة التوابل دي كلها، ولا المستكة اللي بندور عليها. شايفة؟ دي مستكة، فصوص مستكة. شايفين؟ اهي دي فصوص مستكة. عندهم الكركم والكمون، والكمون الحبوب. شايفين؟ شايفة كل ده. عندهم حتى كمان الزعتر. لا ده مش زعتر، ده ايه؟ دي توابل كاملة ولا ايه؟ بصوا عندهم يا جماعة حاجات كتير كده. ديت انا فاكرة اسمها، ديت الشيا، بذور الشيا، صح؟ دي بذور الشيا. في توصيل للجنوب، ايوه في توصيل. نسيت اقول لكم على حاجه شبه كده، لكل مكان في ايطاليا تقدري تطلبي اللي انت عايزاه منهم، وهم هيوصلوه لك لحد باب البيت. فين المكان من فضلك؟ فين المكان من فضلك؟ هحط لك العنوان في الكومنتات. اكتبي لي بس اللي عايز المكان، يكتب لي ان هو عايز المكان، فين المكان، وانا هبعت له المكان بالظبط، حتى كمان باللوكيشن اللي يمشي عليه.
شوفوا الالوان الصناعيه عشان ناس كتير، الالوان قصدي اللي هي الطبيعيه اللي بتتحط على الاكل. ده اللون الاحمر، ده اللون الاخضر، ده اللون الاصفر والارانشوني. لا هتلاقي كل الالوان موجوده هنا. التوصيل لازم يكون بعد 69 يورو سبيس ده هتاخدي التوصيل مجاني، يعني هما يوصلوا لك لحد باب البيت مجاني. بصوا هنا بقى الجيلي، عشان كتير سألني يا بطة فين الجيلي. بصوا الجيلي ده بنكهة الموز، وهنا بالفراولة شايفين، والليمون. وفين تاني؟ لا ده هم ما خلصوش، ده هم كتير قوي. المكان فين؟ ايوه هكتب لك العنوان. بصوا حتى هنا كمان. هاتي اللحوم لو سمحتي واللانشون. انا صورت لك اللانشون في الاول، هوريك اللحوم دلوقتي. عندهم كميه تخفيضات للحوم، بس بوريك السبيس اللي عندهم. في عندهم رنجه؟ لا ما اظنش، صح؟ لا مش موجوده. بصوا كريم الكراميل، وهنا الكاستر، بودره الكاستر، وعندهم الجيلي بالكريز، وعندهم كمان الفانيليا اللي هي البودره. شايفين؟ عشان ناس كتير سالتني فين البودره، فين الفانيليا، وفين البيكنج باودر. هوريهولكوا دلوقتي. دي الفانيليا، وده الجيلي بكام؟ بيورو الواحده، بيورو. هوريها لك تاني دلوقتي. بصوا هنا دي الكريمه بتاعت الخفق. شوفوا بقى كميه الزعتر اللي عندهم، كل انواع الزعتر. زعتر كل الحاجات دي زعتر. هنا جوز الهند لو عايزه تعملي حلويات. ودي ايه السكر ده؟ سكر للحلويات كمان. ممكن يكون سكر بودره. للحلويات. سكر ناعم، بودره الكاكاو، وكمان سكر الاصفر الخشن، وكمان نشا وشوفان وسمسم. في جبنه رومي وجلاش وكنافه. صورت لكم الجلاش والكنافه، هسيب لك الفيديو تتفرجي عليه لحد ما انت عايزه. انا صورت الجلاش وصورت الكنافه، صورت الزعتر. عايزه اوريكي ايه تاني اللي عايزه اوريهولك. شايفين الكريسبي، خلطه الكريسبي دي ودي، شايفين؟ ودي، كل دي خلطات كريسبي تقدري تستخدميها. يا جماعه انا بديكوا افكار ان انتوا تستخدموا الحاجات والاكلات. تعالي اوريكي اللحوم ولا اوريكوا الحاجات اللي هنا الاول؟ الحمص عندهم حاجات كده انا اول مره اشوفها. شايفين الحمص ده؟ تفتحي العلبه وتحطيها في الطبق بس كده وخلاص. بصوا هنا على فكره في هديه لو اشتريتي حاجات من هنا ب 60 يورو وقلت لهم بس كلمه السر كل يوم في ميلانو، هيدوكي هديه حلوه قوي. دي مفاجاه بس للمتابعين بتوعي. لو جبتي حاجات ب 60 يورو هتاخدي هديه من عندهم، بس كلمه السر هتقول لهم ايه؟ كل يوم في ميلانو. شايفين هنا ده فلفل محشي اللي نفسه في المحشي بقى. ده ورق عنب محشي، وده ورق عنب محشي، وده مسقعه. شايفين؟ هما مش حارمينكم من اي حاجه خالص. وهنا ده اسمه ايه عندنا؟ اسمه فطر. لا مش اسمه فطر، اسمه ايه؟ فكروني اسمه ايه؟ مش اسمه فطر، لا بنقوله ايه عندنا بالمصري؟ لا مش فاكره، فكروني كان اسمه ايه. الاجبان انا صورت كل الحاجات ديت، وشوفي الفيديو. شوف بقى هنا مشروم، اسمه مشروم شاطره. عماله افتكر في الاسم. وعندهم كمان هنا الحمص. شوفوا الحمص ده، عجينه الحمص والبابا غنوج. عشان لو انتي بكامل ورق العنب هوريهولك. علشان لو انتي عايزه تعمليه على طول بدل ما تقعدي تعملي الخلطات كلها، لا هم عاملينها لك اهو. شايفين؟ وده متبل البتنجان، وده حمص، وده كمان حمص. تعالى اوريكي بقى ورق العنب بكام.
عامل 2 يورو 90. بس شايفه العلبه قد ايه؟ ودي عامله 2 يورو ونص برضو. شوفي العلبه قد ايه. اوريكي دبس الرمان بكام الجلاش. مش فاكره بكام الجلاش. في مانجا مش عارفه، هسألها لك. بصوا هنا دبس الرمان، على فكره دي احسن جزاره ممكن تشتري منها حاجات بجد بامانه يعني. المنتجات بتاعتهم حلوه جدا، الحاجات بتاعتهم رخيصه بنسبه ان انتي تقدري تشتري حاجات كتير. المنتجات بتاعتهم على طول بتتغير وفريش وعلى طول، يعني كل الحاجات مجروره عندهم. فلا بصراحه جزاره تستاهل والله. وعندهم حاجات كتير قوي 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 فوق ما انت متخيله. كل المنتجات اللي انت عايزاها هم هنا بيوفروها بحاجات كتير. في قهوه، هوريكي القهوه. بصوا دبس الرمان عندهم كل الانواع بتاعت دبس الرمان، يعني عندهم من الحاجه الواحده كذا ماركه. شايفين 1 2 3 4 5 6 7 8. لا عندهم من كل نوع حاجات كتير، 9 10. فشايفين كل الحاجات دي، كل ده دبس رمان. وخل التمر كمان موجود هنا لو انتي بتدوري عليه. شايفين ده النعناع لو انتي عايزه تعملي شربات. والخل، خل التفاح والليمون الصغير. شايفه دي بيورو. التانية كانت قد ايه؟ لتر كامل كان بيورو ونص. بكام الكنافه؟ هشوفها لك حاضر. وميه الورد على فكره موجوده هنا، حلوه قوي انك تعملي بيها ماسكات وتعملي بيها حاجات لوشك وكمان للاكل. يعني في ناس كتير بتحطها في قلب الحلويات، زي ميه الورد دي وميه الورد دي وميه الزهر كمان. شايفين الليمون اهو كبير. ايه البتنجان ده؟ مجفف. ازاي مجفف؟ بيعملوا كوسه لاهل الشام. يعني ممكن احطهم في الميه فيبقوا عاديين وحشيهم عادي؟ والله العظيم. انتوا متخيلين الاختراع اللي هم عاملينه؟ عندهم البتنجان مجفف والكوسه كمان مجففه، يعني تجيبيهم وتحطيهم في قلب ميه. ممكن تبيني الاسعار يا بطوط؟ حاضر عينيا حاضر. بتحطيهم في ميه يعني يفكوا من النشفان بتاعهم، وتبداي تحشيهم وتحطيهم في قلب الحل عادي. انت متخيله؟ صح زي ما انا قلت ولا انا كده بفتي؟ شوفوا صح. تعالوا اوريكم بقيه الحاجات التانية اللي عندهم. القهوه عشان سالتوني كتير عليها. فين الجزاره دي يا بطوط؟ هحط لك العنوان بتاعها. اي حد عايز عنوان الجزاره يكتب لي بس في التعليق فين المكان، وانا هكتب له العنوان بالظبط يمشي عليه. اعملي بسرعه منشن لصاحبتك وقولي لها تيجي تشتري من الجزاره هنا وما تشتريش من اي جزاره تانية. تعالوا بقى اوريكم القهوه انتوا بتجيبوها من مصر ليه؟ انا بشوف ناس كتير قوي بتقول انا بجيب القهوه من مصر. ليه يا جماعه؟ ما اهي موجوده هنا. انتوا متخيلين ان اهو ديت اكسترا هيل اللي بيكون فيها هيل كتير محوجه يعني زي عندنا في مصر، وديت بتكون ساده ما فيهاش اي تحويج، وديت كمان غامقه واكتر كمان هيل. وديت شايفين هنا كل دي انواع قهوه موجوده. حتى كمان النوع ده من قهوه سريعه الذوبان موجود عندهم، اللي هي بتكون 3 في 1. فانت ليه تشتريها من مصر؟ حتى شايفين هنا دي كمان المحوجه. شايفين بن النجار اهو، بن النجار بكل انواعه بقى، يعني بتكون متحوجه ومعموله شبه بتاعت مصر بالظبط. دي مع هيل وديت العربيه 100%. اوريكم بقيه القهوه بكام لو سمحتي الكنافه والجلاش. والله هسالك على سعرها، قالت لي هتسالي على سعرها وتيجي تقولي. ديت عامله 8 يورو. ده البن اللي هو برضو محوج. شايفين؟ ينفع بقى في الكنكه بتاعتنا عادي اللي هي بنستخدمها على النار دي. وعندهم هنا على فكره اشكال للكنكه هوريها لكم دلوقتي تحفه. بس فكروني، المكان هنا كبير قوي ان انا اقعد اشرحه في لايف. شايفين ده النوع الصغير. تعالوا اوريكم. كانت قالت لي برضو كمان عندهم عشان المقاطعه جابوا محمود، بما ان كان عندهم منتجات كتير كانت مقاطعه، فهم بداوا يغيروها وبداوا كل مره يجيبوا منتجات تانية تكون بديله. شايفين ده البن بتاع محمود اللي هو زي نسكافيه كده، بتدوبيه برضو في اللبن. فكل انواع البن ده بتقولي عليه تحفه. هم ما بيستخدموش غير النوع ده عندهم في فلسطين يعني، وفي الاردن.
فده احسن نوع بتقولي عليه. ده وسط وبدون هيل، وده غامق ومعاه هيل، يعني معاه اسمها ايه بنسى الكلام، فكروني. يعني بيكون معاه توابل اكتر يعني. عندهم انواع مرتدله كتير. شايفين اللانشون ده كله؟ بصوا كده، بصوا معايا كل انواع اللانشون المعلب دي، والسلمون والتونه. تيجي نروح على الايه، موجود ملبن على فكره. شوفوا ديت السمبوسه 3 يورو ونص، والكنافه ب3 يورو 80. وليكي كمان هديه لو خدتي حاجات ب60 يورو وتقولوا لهم بس كلمه السر كل يوم في ميلانو. شايفين المخللات بقى يا جماعه؟ هم احنا عندنا المخلل علبه كده صغنطوطه تبقى كيلو اكتر حاجه، لا هم عندهم هنا ما شاء الله احجام. شايفين دي؟ شايفه دي؟ شايفين الخيار المخلل الصغير، وده الوسط. شايفين اللفت؟ كل الانواع هنا باحجام كبيره، وعندهم برضو الاحجام الصغيره، يعني هوريها لكم اهي. بصوا عندهم كمان ده المكدوس، صح؟ هذا المكدوس. مكدوس، شوفوا انا عرفته. وده المشكل لو انتي بتدوري على حاجه حجم كبير. وشايفين كل الانواع بتاعتهم هنا، الصغير والكبير. ده ورق العنب التركي، ده مش بقى المصري ولا اللي تلاقي ورقته مقطعه وورقه مش حلو، لا ده التركي. موجود ملبن، موجود ملبن، هوريهولك دلوقتي. استنى اوريكم ايه تاني. زيت الزيتون نسينا نوريهولهم. زيت الزيتون بتجيبه من بره بكام؟ من اي سوبر ماركت. قولوا كده. اقل واحد بيكون ب8 يورو، اقل حاجه. ده لو هنقول ده عليه تخفيض واوفرته وما حصلتش. هنا اللتر زيت الزيتون لتر كامل، شايفين اكسترا فيرجن، عامل 4 يورو. وده الزيت العادي ال5 لتر اهو، عامل 9 يورو 90. وهنا زيت الزيتون برضو شايفين عامل 6 يورو 90. طب وزيت الزيتون نوع تاني برضو عامل 6 يورو 90. تيجي نروح للحوم. نشوف المرندة الاول. تعالوا اوريكم هنا. دي تنفع قوي لو انتي رايحه مثلا واحده صاحبتك ولدت، عايزه تجيبي لها هديه، عايزه تجيبي لها شوكولاته، فدي حلوه قوي وعامله 2 يورو وشكلها حلو جدا على فكره. اوريكم بقى هنا المرندة ديت عامله 2 يورو القطعتين. شايفين التخفيض بتاعهم ده؟ تاخدي الاتنين ب2 يورو عشان بقى المرندة وتجيبي حاجات لاولادك وكده. وهنا دي برضو ب2. تعالي نرجع لحته ان احنا عايزين ناخد هدايا. انت ممكن تاخدي دي حلوه قوي، غريبه بالفستق. شايفين في علبه صفيح، تبقى شكلها حلو قوي. بصوا المعمول ده كمان شكلها حلو جدا. ودي برضو، كل دي انواع ممكن تاخديها كهدايا لو حد من اصحابك مثلا راحه مناسبه، راحه هديه. ده بسكوت، يعني ايه براز؟ حلويات بسكوت شامية. بسكوت صح؟ سمسم. حلويات وعليها سمسم. انت فين؟ هكتب لك العنوان. حاضر، اي حد عايز العنوان يكتب لي بس انا فين او المكان فين وانا هكتب له العنوان كامل. اوريكم الحاجات اللي بيورو عشان انا نسيت اوريكم الحاجات دي. يا جماعه عاملين كل الحاجات عندهم بيورو. بصوا ده كان بيورو ونص، هما منزلين عليه يورو. اي حاجه هنا هتلاقيها بيورو. بصوا الحمص بيورو، العدس بيورو، دي كمان بيورو. بصوا انا اوريكم ايه تاني. العدس ده كمان، العدس ده بكام؟ ده الكبير، فين الصغير منه؟ اللوبيا بيورو. شايفين ده كمان؟ ودي كمان بيورو صح؟ كل ده بيورو، يعني هتاخدي ال5 ب5 يورو. في تخفيض احسن من كده؟
شايفين الشعريه دي كمان عامله 2 يورو بس. دي كيلو كامل. دي لا، ما انا مش شايله اجيبها. ده الكيلو عامل 2 يورو، انا فكرتها نص كيلو على فكره. ده الكيلو كامل عامل 2 يورو للشعريه. نسيت اوريكم الحلاوه، وريتها لكم في الاول بس ما وريتكوش قد ايه عندهم كميه حلاوه بكميه اشكال. يا جماعه عندهم كتير قوي. عندهم دي بالفستق، شايفينه اهي، دي صغيره منها بالفستق، ودي بالمكسرات، ودي احسن نوع عندهم اللي هي الفخره. البرج. شايفين كميه الفستق فيها قد ايه؟ دي لو فعلا بقى حد غالي عليكي فتجيبي له دي. ودي عامله يورو، الخمسه ب5 يورو، الخمسه طحينه ب5 يورو، الواحده بيورو. انتوا متخيلين اهو، الواحده بيورو، الخمسه ب5 يورو في الحلاوه والطحينه. ايه تاني عندكم؟ عندهم ايه ده؟ ده التمر هندي؟ لا، الخروب. بيصطدم بايه؟ كتير قوي مع الحلويات. ده الخروب لو حد بيسأل عليه. وده الطحينة، اللي مش الطحينة، العسل الاسود، العسل الاسود ده. ودي ايه؟ عسل بالمكسرات، صح؟ عسل بالمكسرات. شايفين؟ استنى اوريكم ده كمان، ده عسل برضو بالمكسرات. يعني ده احسن انواع اللحوم. لو سمحتي حاضر هصور لك اللحوم دلوقتي، بس انا قلت اصور لكم الحاجات اللي موجوده عندهم، يعني اللي عليها اوفرته فعلا وتخفيض حلو. تعالوا اوريكم اللحوم بقى واسعارها. شايفين عندهم شويه لحوم حلوه جدا. ممكن تعرفنا الاسعار معلش؟ اتفضل يا مدام. التخفيضات اللي عندكم لو سمحت. نحن عندنا الاسباتساتيني لحمه للطبخ ب 8.5. اللحمه بتاعت الطبيخ ب 8.5. 8.5 8 يورو ونص. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه. ابعتي اللينك عشان اعمل اوردر. هبعت لك اللينك حاضر. عندي السبوكه بتاع المنزل 7 يورو 90. دي ب 7 يورو 90. 97 ما شاء الله. شايفين دي ب 7 يورو 90 اللي هي المانزو القطع. مش هتلاقي الاسعار دي في مكان تاني على فكره، صح؟ حلو الاسعار كتير. طب والسجق؟ السجق عم بيعه ب 8.5 و 8.5 ب 8 يورو ونص الكيلو السجق. دي احسن تخفيضات هتلاقيها. طب قول لي بقيه الاسعار. عندي هون اللحم اللي بالعظم 6 يورو 90، 6 يورو 90. ما شاء الله. شايفين لحم القطعه؟ حلو كتير، فريسكو كمان. ما شاء الله. دي عامله 6 يورو 90. 6 يورو 90، 6 يورو 90 الكيلو بتاعها. 6 يورو 90 يعني 6 يورو 90. ما شاء الله شكلها حلو جدا. واللحمه المفرومه؟ اللحمه المفرومه عندي هي ب 7 يورو 90. دي ب 7 يورو 90. 7 يورو 90 الفريسكو وحلوه كتير كمان. ما شاء الله. في توصيل لحمه للجنوب؟ لا للاسف. في توصيل لفاريزي، في توصيل لفاريزي، بس اللحوم لا. برضه اللحوم ما فيش اي توصيل ليها، لان اللحوم ممكن تبوظ، فاللحوم لازم تستلميها من المكان هنا. طيب وايه تاني؟ عندي لا الستيكه، ستيكه المنزل 9 يورو 90 الكيلو بتاعها. 9 يورو 90. كمان حلو كثير. ما شاء الله. شايفين عشان تعملي؟ شايفين 9 يورو 90. دي ب 9 يورو 90. ما شاء الله. لحم فريسكو وحلو كثير يعني. ما شاء الله. عندي المدينه والكستاتا بتاع البيتلو ب 12.90. ديت عشان فيتالو بيعملها كوستاتا تبقى بيورو ب 9 بكام؟ 12 يورو 90. 12 يورو 90 دي للشوي. حلوه كثير يعني. علشان تعمليها للشوي. وايه تاني؟ ستيكه البيتلو ب 13.90. ستيكة البيتلو ب 13 يورو 90. هو ايه الفرق ما بين البيتلو والتانية اللي هي هي انا تقريبا يعني مسويه نفس الاسعار. لا هلا هي هاي اللي احنا كنا كطعم. كطعم المنزل، كطراوه شو اسمه البيتلو. يبقى كطعم تختاري المانزو. ايه تاني؟ دي ايه؟ دي البيتلو العجل الصغير. العجل الصغير. فدي بتكون اطرى. فعشان كده بتتباع اغلى. عندي
البتلو المشفى 8 يورو 90. كمان حاجه حلوه كثير وفريسك. دي ب 8 يورو 90. المتشفيه متشفي خالصه، حاجه حلوه كثير. ما شاء الله. في الكبده وفي القلب وفي الكلاوي عم بيع ب 4 ونص. الكبده والقلب والكلاوي ب 4 يورو ونص بس الكيلو. ما شاء الله، لا ده رخيصه جدا. خد اي حاجه منها ب 4 يورو ونص حتى لو مشكل. حتى تشكيل 4 يورو ونص بتمشي الحاله يعني. حتى لو مشكل برضه ب 4 يورو ونص. طب البتلو اللي بالعظم ب 8 ونص، حاجه حلوه كثير كمان فريسك. البتلو اللي بالعظم ب 8 يورو ونص. وديت دي الخرفان دي. الخرفان بكام؟ ب 12.90. ب 13؟ 12.90. 12 يورو 90. ما شاء الله. شايفين اللي هي الخرفان؟ الخرفان اللي هي النظيفه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الكاميرا تحفه، مخلياني عايزه اكلها من الكاميرا والله. ما شاء الله. طب عندي هون الفراخ وعندي بصي عندي هون الصدوره هاي 7 يورو ونص الكيلو بتاعها. 7 يورو ونص. حاجه حلوه كثير والله وفريسكو كمان. 7 ونص. والاوراق؟ الاوراق ب 3 ونص. ب 3 ونص. 3 ونص. والصغير ده الكيلو ب 4 ونص. الكيلو الكيلو بتاعه ب 4 ونص. كمان فريسكو حلو كثير يعني. ب 4 يورو ونص. 4 ونص. طب حاجه حلوه كثير يعني. والبط؟ البط 8 يورو 90 البط ب 8 يورو 90 الكيلو بس. ما شاء الله. طب والورك؟ التاكينو 6 يورو 90. وريهولي معلش. ايوه ارفعوا كده. 6 يورو 90. 6 يورو 90. 6 يورو 90. فريسكو كمان حاجه حلوه كثير. طب والفراخ ديت؟ الفراخ الجلينه والفراخ العاديه الكيلو ب 3 ونص. ب 3 يورو ونص. 3 يورو ونص. كمان حاجه حلوه فريسكو اللي هي الكبيره. شايفين؟ حاجه فريسكو حلوه يعني. شايفين وريني الكبيره دي. ايوه الاولى دي. شايفين؟ وكمان ممكن يجيب لك الاوزان اللي انت عايزاها. اللي انت عايزتيها. حتى عندي هي ب 3 يورو. 3 فراخ ب 10 يورو. دي الثلاثه ب 10 يورو الفراخ دي. دي للحشو عشان تحشيها وتتشوي. دي للحشي لو الشوي بتشتغلي. 3 ب 10. الثلاثه ب 10 يورو من الفراخ دي. الحمام الكداب ينفع انك تخلي لي الاوراق دي وتشيلي العظم منها وتعملها لي اكنها حمام كداب؟ عارف انت الحاجه دي اللي هو تكون متشال منها العظم وعشان اعرف احشيها رز. بكام؟ هتبقى بنفس السعر 3 يورو ونص صح؟ ايوه. هيخليها لك ويعملها لك حمام كداب. ايوه ماشي. ايوه ب 3 يورو ونص. 3 ونص زي العادي يعني. هو هيخليها وهيعملها لك. طب والسمان؟ السمان هذا بنبيعه 10 يورو 90 الكيلو. 10 يورو 90 الكيلو. شايفين؟ على فكره بدون ذكر اسماء، انا جبته من جزاره وانا روحت البيت رميته في الزباله. والله العظيم بدون ذكر اسمها. فلا بصراحه باين عليه هنا ان هو شكله. شايفين شكله عامل ازاي؟ لا ما شاء الله عليه. حاجه حلوه فريسكو يعني. طب والارنب؟ عندي الارانب هون 9 يورو 90 كمان فريسكو اهو. شايفين؟ زي ما هي يعني. ما شاء الله. ممكن توريها لي هنا؟ ايوه اهي. شايفين الارانب كمان بكام قلت لي؟ 9 يورو 90 الكيلو بتاعه. 9 يورو 90 الكيلو. دي البسطرمه؟ دي السلامي. دي السلامي؟ سلامي. وريها لي هنا عشان بتكون اوضح. دي السلامي. بتتقطع الكيلو بكام؟ الكيلو بتاعها 15.90. وينفع اخد ربع كيلو ونص كيلو زي ما انا عايزه؟ بعطيك اياها. طب وبقيه الجبن ممكن توريها لي او اللانشون؟ دي عندي 8 يورو 90. 8 يورو 90. دي اللانشونات بتاع الستافيو واللانشونات الزيتون اللانشونات وريها لي هنا علشان هنا مش هتقدر. ماشي. شايفين اللانشون تقدري تاخدي منه الربع اللي انت عايزاه. ربع نص. بكام بتقولي الكيلو؟ 9 يورو 90. الكيلو ب 9 يورو 90 يعني ربع كيلو ب 2 يورو ونص. مش حاجه بصراحه. طب وبقيه اللانشون والحاجات ديت؟ دي كمان بشرطه 99 نفس تمام. طب وهنا دي جبنه صح؟ ده كمان زي تقريبا بيعوا كله زي بعض. ده تاكينو صح؟ تاكينو. ده تاكينو المدخن برضه ب 9 يورو 90. والحاجات دي عندي هي كلها الحاجات الكيلو بتاعها ب 5 يورو.
الكيلو ب5. 5 يورو ونص، مسويين اوفرت عليها ب5 يورو يعني. يعني هما كانوا بيبيعوها ب5.5، دلوقتي بيبيعوها ب5 يورو. اي حاجه أي عايزه حاجة تاخدي من هدول مشكل كلها. بقى، عايزه تاخدي حتى شوفوا الخيار المخلل موجود والليمون. شايفين؟ الخيار، والشطه. الزيتون. اي حاجه عايزتيها الكيلو ب5 يورو دي. الكيلو كلها. ب5 يورو. 5 يورو. شايفين كميه الاسعار الحلوه اللي موجوده عندهم؟ ما شاء الله. شكرا يا عمو. شكرا لك. بصوا ااكد عليكم بس الرز والحاجات اللي موجوده، ونبقى احنا كده خلصنا يعتبر كل الحاجات اللي في المحل. فاضل لنا بس حاجات بسيطه خالص هوريها لكم. الرز هنا يا جماعه عندهم تخفيض على الرز تحفه 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 تحفه. اتفرجوا بس على الفيديو من الاول هتشوفوا كل الرز وكل الانواع الحاجات اللي موجوده. كانت بتسالني على الملبن والعجوه. الملبن والعجوه والحاجات اللي كانت موجوده. تعالي اوريها لك. العجوه يا جماعه موجوده هنا، اللي هي شايفين الطريه خالص، شايفين ايدي اللي هي العجوه اللي هو معجون التمر، عامل هنا يورو 90. والتمور هنا شايفه دي عامله 10 يورو، كبيره على فكره مش صغيره. ودي عامله 6 يورو. كل انواع التمور هتلاقيها موجوده هنا. شايفين حتى دي كمان اللي هو مع الملبن اللي سالتيني عليه ب 3 يورو 3 يورو 20. الخضروات انا صورتها. شايفين ملبن هنا ده اللي هو اللي لونه احمر ده للاكل. بصوا كل انواع المكسرات دي لا خطيره، عندهم حاجات كتير قوي. شفتوا المعمول ده بالملبن، معمول بجوز بعين الجمل. ما شاء الله ما شاء الله فعلا. شايفين؟ استنى اوريكم دي كمان. شايفين دي بقى اللي هي جامده شويه، يعني شوفوا لما بتك عليها جامده شويه. ده الكيلو عامل 2 يورو ونص، وديت 2 يورو 90 الكيلو برضو. وشايفين التمر ده بيفكرني بجدي الله يرحمه. استنى اوريهولكم. التمر ده كان بيجي لنا من السعوديه، وفكرني بماما كانت جايبه لي من السعوديه برضو وهي جايه. في الملوخيه ايوه شوفي الفيديو من الاول انا صورتها. دي كل انواع التمور عندهم. بصوا هنا المكسرات بقى والزبيب وكل الحاجات دي. حتى ده اللي هو القراصية عارفينها. كل الحاجات دي. شايفين اللب بقى اللي بقول لكم اوعوا تجيبوه من مصر. شايفين مفيش جزارة بتبيع رنجة عندك هشوف لك حاضر. الصوص داني. اللوز ده الكيلو على فكرة. تعالوا اوريكم الحاجات اللي موجودة هنا. شايفين اللوز بكام؟ اللوز الكيلو ب7 يورو. لا ده النص. الكيلو كامل ب7 يورو 90. شفتوا هنا؟ شوفوا اللب ده كيس بيورو 30. بصوا كيس بيورو 30 اهوت كل الانواع. حتى ده كمان شايفين المملح جاهز. وده برضو لب، اللب الاصفر. وده اللب بالشطه. يا ريت تصوري تبعتي. حاضر عينيا حاضر. هصور لكم صور كتير وهنزلها لكم كل شويه على فكره. وكمان هنا قمر الدين موجود عندهم برضو. لا يا جماعه عندهم حاجات كتير قوي. انا لو قعدت طول اليوم اصور لكم في الحاجات اللي موجوده مش هخلص. اسعار اللانشون ايه انا صورتها. انواع التوابل اللي عندك كل انواع التوابل اللي انت عايزاها هتلاقيها موجوده. الجبنه الفيتا موجوده عندهم. الصفايح نفس اللي عندنا بتاعت مصر بالظبط. بصوا دي عشان المريندا ال3 بيورو. ال3 بيورو. شايفين عندهم بالشوكولاته وعندهم بالكريمه. شايفين بالكريمه. تسلمي يا رب. شكرا يا روحي والله. نسيت اقول لكم على اهم حاجه احنا بندور عليها يا جماعه. الحلويات بتاعت الاطفال الحلال. شايفين الحلال يا جماعه اهم حاجه يكون مكتوب عليها حلال للاطفال. خلي بالكم عشان اكتر اللي في السوبر ماركت بيكون معمول من دهن الخنزير. ووريتكم قبل كده ان بيكون موجود فيه في الجيلاتين. شايفين دي كل انواع الحلويات للاطفال.
عايزه بقى تجيبي لابنك تشكيله كده وتعينيها له، فلا بصراحه حلوه قوي. بصوا هنا كمان كل الانواع موجوده هنا، حتى دي كمان حلال، مكتوب عليها حلال اهو. بصوا دي برضو موجود فيها حلال. اهم حاجه تتاكدي من الحاجات ديت لعيالك. المشروبات من فضلك وريتك كل المشروبات اللي عندهم. بكام الجبنه الصفايح؟ الجبنه الصفايح اللي كانت هناك دي كانت بكام؟ تعالي اوريها لك اخر حاجه عشان اقفل معاكي اللايف بقى. هقطع لكم برضو مقاطع من اللايف وهحطها لكم. انت عارفه احنا نسينا نصور ايه؟ المشروبات، ونسينا نصور الحاجات اللي موجوده هناك. دي مرندات للمدرسة. المريندا للمدرسه ديت عامله كام العشرة؟ 3 يورو ونص العشرة. 10 عصير من دول ب3 يورو ونص. شايفين الباسكا والاناناس، كل انواع العصير هتلاقيها موجوده ب3 يورو ونص. والمشروبات برضو هنا شايفين الكرتونه دي كامله كده ب5 يورو، صح؟ ب5 يورو، اللي هو العصير دومتي، عارفينه؟ الباكيتو كامل كده زي ما انتم شايفينه ب5 يورو. في مانجا وفي جوافه وفي انواع كتير، بس هما لسه ما فتحوهاش. جبنه الصفايح، الجبنه الصفايح اللي انا بقولك عليها، انا هاخد لي واحده وانا ماشيه على فكره اللي هي بتاعتنا بتاعت مصر دي. شايفين دي الصفايح اللي هي بتكون فيها ميه من جوه. شايفين دي في انواع كتير بقى، يعني في النوع ده ارخص شويه، في ده، في اللي هي بتكون مثلا قليل من الدهن، وفي اللي هي دي، فعلى حسب انت عايزاه ايه. ديت تركي. ابعتي اللينك الحجز الاوردر، عينيا حاضر هبعتهولك دلوقتي. في انواع يا جماعه كتير قوي، يعني دي مثلا ب11، دي ب99، دي ب10 يورو، دي ب5 يورو 30. استنى اوريها لكم. دي ب5 يورو 30. دي الجبنه الصفايح بتاعتنا بتاعت مصر. سيبك بقى من الجبنه اللي هي العلب دي، والصفايح دي احسن حاجه. سيبك من الجبنه دي، هي دي. واللبنه عارفينها موجوده كمان عندهم، كل انواع الجبن. الزبده دي بكام؟ انا بحب دي قوي. الزبده دي بكام؟ انتوا عارفين القطعه ديت احسن حاجه، انك بتاخدي القطعه تفتحيها وتحطيها في الحله بس كده. وفي كمان النوع ده من اللبنه. جبنه خزين مفيش، يعني ايه جبنه خزين؟ عندهم انواع كتير من الجبن. انا هصور لكم صور كتير وهنزلها لكم النهارده. يلا هقفل معاكم اللايف. نسيت مش قلت لكم فكروني. بصي بقى، تعالي اوريكي حاجه، اوريكي احسن حاجه عجباني هنا قوي يا جماعه. شوفوا دول، شفتوا الشكل القمر ده؟ بصوا. طب بصوا ده، دي مش عارفه اطلعها، بس شايفين ده؟ يا جماعه، اللي هياخد حاجات ب60 يورو ويقول كلمه السر كل يوم في ميلانو هياخد هديه. ليه مني هديه هنا في المحل هيديها له. قولوا لهم بس وانتوا بتشتروا احنا تبع كل يوم في ميلانو. بصوا الاشكال التانية. طب بصوا دي، الاشكال هنا تحفه. طب اوريكم بقى حاجه خطيره عجبتني قوي. المبخره دي بتاعت البخور، شكلها حلو قوي. وديت بتاعت القهوه، تتحط على النار. دي تتحط على النار عادي. شايفين اشكالها؟ ودي بتاعت الكوبايات الشاي. ودي بتاعت الكبه، اسمها كبه. وهم عندهم كمان الفحم، عندهم حاجات كتير. انتوا لازم تيجوا وتشوفوا بنفسكم. الحنه، طب لو اوردر هتبعت لها الهديه. لو اوردر هتبعت لك الهديه برضه. شايفين الحنه؟ صوابع الحنه. ودي حنه الصحراء.
اه المغربيه، شايفينها اللي بتكون حمراء قوي دي. وفي ده كمان كريم للجسم. ده لل ده سويت. ده سويت مش كريم، فكرته كريم. في كمان عندهم الارجيله لو عايزين، وعندهم برادات الشاي كده. يبقى احنا زيت للشعر. عندهم زيوت للشعر على ما اظن، لا صح، زيت للشعر لا، مش عارفه. ابقي اساليهم انتي المكان فين، هبعت لك العنوان. حاضر، اي حد عايز العنوان يكتب بس المكان فين وانا هبعت له العنوان على طول. هقفل معاكم اللايف بقى على كميه الحاجات الحلوه اللي احنا شفناها على اللحوم عشان اقف اشتري. شايفين اللحوم القمر دي؟ انا هقف اشتري منها بصراحه، تخفيضات تحفه. مع السلامه.